بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والصلاة والسلام على البشير والنذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أجل نعم الله تعالى على الإنسان نعمة الأمن والاستقرار، فبدونهما لا يهدأ حياة الإنسان ولا تطمئن له نفس، فسعادة الدنيا ونعيمها في تحقيق الأمن والاستقرار. لذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أي فكأنما ملك الدنيا وجمعها كلها. ومن توفر له الأمن والعافية والرزق لا يحتاج إلى شيء بعد ذلك. وعلى العبد أن يحمد الله تعالى ويشكره على هذه النعم. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن من أعظم نعم الله علينا نعمة الأمن. فإذا وجد الأمن في بلد كان الإنسان آمنا على نفسه ودينه وماله وعرضه. ولا تنال تلك النعمة إلا بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن الذنوب والمعاصي. وأعظم الذنوب الشرك بالله تعالى. قال جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عباد الله، إن من فضل الله على بلادنا كونها آمنة ومستقرة، يفد الناس إليها ويرغبون العمل فيها ويبذلون الغالي والنفيس للبقاء على أرضها. إذن الواجب علينا حمايتها ورعايتها ومنع التعدي عليها. يا معشر المسلمين، كي نحافظ على أمر بلادنا فلا بد من توجيه الأمة إلى طاعة الله تعالى والاستقامة على شرعه والبعد عن معصيته، وأن نعتني بالعلم الشرعي ونشره بين الناس. قال ابن القيم رحمه الله: إذا ظهر العلم في بلد أو محلة خل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. مما يدل على حاجة المرء للأمن أنه كان أحد المسائل التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا في أمن وأمان وعافية، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والصلاة والسلام على البشير والنذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الأمن مطلب لكل البشرية، فلا يستطيع الإنسان أن يقوم بالواجبات الدينية والدنيوية إلا بالأمن. فالصلاة والحج وغيرها من العبادات لا يستطيع الإنسان القيام بها إلا مع الأمن والاستقرار. والأمن من أجل نعم الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذا اختل الأمن اضطرب الناس وحصل الخوف والقلق، ولا يأمن الإنسان على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه. والشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض. يا عباد الله، إن الأمن نعمة يجب أن نتعاون جميعا على شكرها. والأمن ليس على رجال الأمن فقط، بل إن الجميع عليه مسؤولية على حسب قدرته. فالوالد في بيته والوالدة في بيتها يربون الأبناء على حفظ الأمن. إن رجال الأمن أيها المسلمون هم آباؤنا وأبناؤنا وإخواننا وجيراننا وزملاؤنا، ولهم حق علينا أن نحترمهم وأن ندعو لهم بالتوفيق والسداد والإعانة والرشاد. إخوة المسلمون، إن من الخطر العظيم أن يستهين الإنسان بدماء المسلمين أو يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال جل وعلا في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن قاتل النفس ليس له توبة. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار واكفنا شر الأشرار. اللهم أبطل كيد من أراد منا أو أراد سائر بلاد المسلمين بشر يا رب العالمين. قوموا إلى صلاة.